بالنسبة للموجة الجديدة من فيروس كورونا اللي وزارة الصحة العراقية أعلنت عن بدء الموجة الجديدة قبل كم يوم، صراحة لحد الآن إنه الموجة الجديدة من فيروس كورونا ليست بخطورة سابقتها، يعني مو خطرة، نسبة الدخول للمستشفى قليل، نسبة اللي ينزل عندهم أكسجين هم أيضا قليل. باختصار لحد الآن توصلوا خلال هذه الفترة إنه الأعراض كالآتي: مدة الحمى أطول من المعتاد من الإنفلونزا، يعني نفس السخونة مال الإنفلونزا بس تتأخر أكثر. مثلا قبل كنا من نصاب بالإنفلونزا يوم يومين تنتهي السخونة، هسه لا، أكثر من 3 أيام هو الشخص مسخن. أيضا الإيعاء المفرط، عنده نحول بشكل مو طبيعي الشخص، بس روحه تعبان نحلان، يقول لك عظامي تأذيني، جسمي يأذيني، عظامي مكسرة، ظهري يأذيني، رجلي تأذيني، فنحول وإيعاء مفرط جدا. أيضا الصداع، صداع شديد، سعال جاف، وأيضا نقطة مهمة سرعة الانتقال